هاتش باكيت سهل جدا وما فيهوش اي حاجة. هو باترون صغير للجيب بيتقص حسب الشكل اللي احنا عايزينه. يعني اهو انتوا شايفين الفرق ما بين الشكلين. هنا تحت في كيرف شوية وهنا زاوية قائمة مربع كامل. فهو سهل. كان الشكل اللي انا عاوزاه هعمله باترون، بعد كده اقص القماش بتاعه ويطلع بالشكل اللي انا عايزاه. الفكرة هنا بس احطه فين في الدرس او في الجاكيت اللي انا بعمله. هوريكم في الفيديو ده ازاي تحددوا مكانه على الدرس، وازاي طبعا تعملوا الباترون بتاعه اللي هو ما فيهوش اي حاجة وتخيطوه. ندخل في الموضوع على طول. اولا الدرس ده اصلا فيه تفتيحات، ده انا نفذته من ضمن برنامج بات ستوديو. الخط ده انا المفروض اني هفتح هنا علشان اعمل توسيع للدرس. فدلوقتي انا بس هعمل الفتحة، والسبب ان لازم اخلص الامام بالكامل. هو اجيب هيتحط فين؟ في الامام، فلازم اخلص الامام بالكامل، افتح الدرس في المكان المفروض يتفتح منه، وبعد كده اقرر مكان الجيب فين. اوكي، فدلوقتي انا بس بفتح، يعني باخد القياس اللي انا عاوزاه في الفتحة بتاعة الامام، وبعد كده هقرر الجيب يتحط فين. هي دي في العموم طريقة توسيع الدراسز او اي حاجة بنعمل لها فتحة. بنحط تحتيها ورق زبدة وبنقيس احنا عايزين فتحة قد ايه، وبعد كده بنلزق الورق على بعضيه بعد ما نقرر الفتحة قياسها قد ايه. ده مهم قوي. لو تلاحظوا انا هنا ما بهدرش ورق زبدة اطلاقا عشان نحافظ على البيئة، لان الخياطة برضو محتاجة ضمير يعني. اوكي، فانا باخد من ورق الزبدة اللي انا كنت بقوصل منه قبل كده، وبشوف انا عايزة فتحة قياسها قد ايه، وبعد كده هلزق. انا بلزق ناحية وبعدين بظبط القياس من الناحية التانية، وبعد كده بلزق واظبط الباترون زي ما انا عايزاه، واشيل الزيادات بتاعة الورق الزبدة، وبعد كده هرسم لكم مكان الجيب. باقي الفيديو هيبقى بصوتي، الشرح اللايف بصوتي وانا بشرح في بات ستوديو. انجوي. بصوا يا جماعة، هو أنا صحيح يعني قلت الكاجوال ملوش قوانين ومحدش يفرض رأيه على حد، بس أنا كنت عايزة أوضح نقطة صغيرة. ده أهو جيب أنا رسمته هنا. أوكي، جيب تعملوه مربع تعملوه مستطيل، ده يعتبر مستطيل لأن ده أطول من ده. براحتكم خالص، وفي جيوب بتبقى فيها استدارة، فكل واحد حر. لكن الجيب لو مكانه اتحط هنا، مش ملاحظين ان دي تانية القماش؟ دي تانية القماش. معقولة الجيبين هيبقوا لازقين في بعضيهم قوي كده؟ انا بس كنت حابة اوضح النقطة دي. الجيب طبعا براحتكم خالص، وفي الارتفاع اللي انتوا عايزينه. برضو خلوا بالكم الفستان وهو يعني هتحطوا ايديكم في جيبكم وانتوا لابسين الفستان، فما يبقاش مثلا لو الفستان طويل ما يبقاش الجيب تحت قوي. برضو دي كان حاجة لازم تاخدوا بالكم منها. هو عشان بس بلوزة قصيرة فمينفعش اوريكم فين تحت قوي. فالفكرة في الجيب ان احنا هنحط فيه تليفون، فلوس، اي حاجة،
ما يبقاش نازل لتحت قوي، ايدي مش طايله، وفي نفس الوقت ما يبقاش مكان الجيبين، لان ده جيب والناحيه التانية جيب، فما يبقوش قريبين قوي كده من بعض، مش هيبقى شكله حلو. اوكي. تعالوا نرسم جيب هنا جوه شويه. هنعمله حاجه بسيطه كده. تعالوا نعمله ايه، 10. اوكي. الالوان طبعا بتروح على التيب. القاضي مادي. اوكي. طبعا احنا قلنا الجيب ده قريب، جيب قريب من الاخر. اوكي، يعني الجيب ده هيكون قريب من الجيب التاني اللي هيبقى قصاده من الناحية التانية، عشان ده قريب قوي من التانية، من المكان التاني اللي هنتني فيه القماش. اوكي. وده جيب حسب بقى انتوا عايزينه ازاي، يعني ده مثلا مش في نفس المكان اللي انا عاملة فيه الفستان، ممكن تخلوه هنا مثلا في الجزء ده، قريب من هنا مثلا في الجزء ده، ماسك الحتة دي كده. اذواق وانتوا حرين، لان زي ما انتوا شفتوا في الصورة بتاع لو انا بوريكم اللي على الفستان على المانيكان، كان في الحتة اللي في النص دي بس قريب كده، لكن انا هركبه هنا، هنشتغل ده هنا مع بعض. اوكي، اللي هو ده. والجيب ده قلنا لا يكون تحت قوي ولا قريب من هنا قوي. انا شفيته اهو، ده 1 سنتيمتر زيادة، يعني هو اصلا كده وانا زودت حوالي 1 سنتيمتر. تمام كده. ليه؟ علشان الجيب هيتقص لوحده من على القماش زيه زي اي انفورم. بمناسبة الانفورمز، بقينا 2 انفورمز في الامام. ده الجيب اهو، هقصه على القماش، هوريكم ازاي. هعمله 4 مرات، يعني هحطه على طبقتين قماش واقصه، وكمان هحطه مرة تانية واقصه. عايزين تعملوا ورقتين زبدة بنفس القياس ده عشان تختصروا وتنجزوا، بس انا شايفة انه هي مش محتاجة يعني. اوكي، هقصه مرتين. بصوا طريقة بس تقفيل الجيب الاول، هحط 2 فوق بعض. اوكي، انا قصة 4، هحط الجيب القماشتين دول فوق بعض وهخيطهم. بصوا هوريكم ازاي هقف عند الزاوية، عشان كده احنا خدنا تدريب على ان احنا نقف عند الزوايا، بس دققوا معايا في اللي انا هعمله ده ضروري. هبتدي من اي ناحية انا عايزاها، هو في الاخر مربع، الا اذا كان بقى مستطيل. شوفوا عايزين تبتدوا منين. اوكي، فانا هبتدي من اي مكان. همشي بالراحة قبل ما اوصل للجزء ده، عشان هنا انا هدخل الابرة جوه القماش وهرفع الدواسة وهلف القماش، فبالراحة، عشان هي بتبقى حاجة بالخبرة كده ان احنا ناخد قيمة 1 سنتيمتر. لا لسه. اوكي كده خلاص، نفس قيمة 1 سنتيمتر، ما وصلش للاخر. تمام. وبعدين اكمل بالراحة قبل ما اقف عند الطرف والف واخد قيمة 1 سنتيمتر. لا لسه. ازاي؟ بالقياس اللي انا وريته لكم على المكنة. اوكي، وبعدين الف والاقي اوكي 1 سنتيمتر اهو، وبعدين اكمل للاخر. عشان كده طلبت منكم تعملوا تمشوا على مربعات، اي حاجة او مستطيل، اي حاجة ليها زاوية، علشان نتعلم نعمل مربع زي ده. اوكي، وبعدين ايه اللي هيحصل؟ الجيب اهو، الزوايا دي انا هعمل فيها ايه؟
لما اجي اقلبه انا هقلبه كده وهيطلع جيب صغير على قد الفستان اللي احنا عاملينه. شفتوا الزاوية دي اهي، هي بتبقى كده اوكي. وانا لما اقلبه اعمل لها بوز واقلبه. اجيب بقى اي حاجة ممكن استخدمها على اساس تكون تعمل لي البوز اللي انا عايزاه، علشان ما يكونش فيه قماش مكركب جوه كده. فاضغط واطلعها لبره وبالراحة. وفي ناس بتستخدم المقص بتاع القماش. اهم حاجة بس لو القماش حساس ما يعني ناخد بالنا قوي. اوكي اهو. تعالوا نعمل التانية زاوية كمان اهي، هعمل لها بوز وبعدين اطلعه، اضغط بحاجة عشان يطلع ما يبقاش فيه، يعني يعمل الزاوية يعملها مظبوطة. اوكي كده انا ظبطته تمام كده. انا الستايل اللي انا عاملاه عادي بسيط. طبعا المفروض انا هكويه، يعني المفروض ان الحاجات دي بعد ما نخلص نكويها، بس انا هتني ده انا عايزه اقفله كله. فاقفله كله ازاي؟ انا هتني الجزء ده كده اوكي، وامشي على الطرف بالراحه قيمه الدواسه، بس مش لازم امشي قيمه 1 سنتيمتر. خياطه رفيعه قوي، مش ضروري 1 سنتيمتر. على قيمه الدواسه يمكن اقل كمان اهو. خليها في نص الدواسه واتني اوكي. وبعدين اخيط ده الجيب. وانا اصلا هركبه عادي. انا عامله جيب بسيط. الجزء ده انا هخليه تحت، انا عامله كده في الفستان اللي انا عاملاه هخليه لتحت اوكي. وبعدين هخيط كله. هوريكم طبعا طريقه التركيب وكل حاجه بس لما اقفل الجيب التاني. ده الامام اهو وده الظهر. حددت مكان التركيب على القماش من الناحيتين، بس المفروض ان الجيب هيركب الناحيه دي. طب اظبطه ازاي؟ هو المفروض يبقى شكله كده اوكي. ازاي احدد مكانه؟ القماش مش شفاف، ده شفاف لانه بافتة، بس احنا اللي هنجيبه اكيد ممكن يعني مش هيشف من تحتيه. نعملها ازاي دي؟ شايفين الزاوية الخضراء دي؟ اي زاوية فيهم، طبعا انا مش كله كنت ضغطة عليه قوي عشان ما اسيبش قوي علامة في القماش، بس الخضراء دي طلعت واضحة عشان تشوفوها. انا بدخل فيها الدبوس اهو وبعدين بخليه يعدي من الناحية التانية اوكي. دي زاوية ودي اهي الناحية التانية واضحة.
كده انا حددت زاوية هشتغل فيها اهو. هظبط عليها المربع بتاع الجيب، وهعمل واحد تاني يعمل اللي تحت يعمل اللي جنبيه. المهم ان انا اعمل 2 مش واحد بس. اهو والناحية التانية برضو اعمل زاوية. شوفوا انا بخش في نفس يعني نفس الزاوية بدخل فيها الدبوسين، الدبوس اللي من الناحية دي والدبوس اللي من الناحية دي، ونفس الشيء كده. على فكرة في طرق كتير، في واحدة مرة شفتها على اليوتيوب بتعمل سراجة، كل واحد يشوف هو عايز يعملها ازاي. انا الطريقة دي عجبتني. اوكي كده انا اظبط بقى الجيب اهو تمام. خليني اظبطه اكتر مثلا على الناحية اللي تحت، بس دي انا عايزة اعدلها. اوكي كده انا حددت المكان بالظبط. شوفوا ازاي حددت مكان الجيب. كده بقى احط دبابيس. انا قلت الخط ده هيبقى تحت اللي احنا قفلنا دي الجيب، هو هيتخيط من بره على فكرة. دي الطريقة اللي هنخيطه بيها، فبحط الدبابيس في الاتجاه ده. اوكي كده انا حددت المكان اللي هيكون فيه الجيب عشان يطلعوا الاتنين في نفس المكان، عشان يطلع الجيبين في نفس المكان. اوكي عن طريق بس اتحرك شوية عشان اظبطه جوه الزاوية. بس كده انا عرفت من الظهر اظبط المكان بتاع الجيب عشان ما يبقاش فيه جيب يمين جيب شمال، المنظر ما بيبقاش حلو. الجيب التاني نفس الشيء، اذا عايزين تشوفوا نفس الطريقة. زاوية اهي هحط الدبوس فيها كده، وزاوية تانية نفس المكان اللي دخلت فيه اول مرة هو اللي ادخل فيه تاني. اوكي مايلة شوية هنا نفس الشيء. هختار ناحية واحدة واقلبه كده. حددنا مكان الجيب، نحطه بنفس الشكل ونركبه. التزم بالزاويتين اللي انا خدتهم بالدبابيس كده واقفل عادي مفيش اي حاجة. هخلص الجيب واركب امام وخلف بنفس الطريقة اللي اتعلمناها في ويك 5، وبعدين نشوف موضوع تركيب الفينيشنج بتاع تحت.